القارة القطبية الجنوبية المتجمدة والمعروفة باسم أنتاركتيكا بتعتبر واحدة من قارات العالم السبعة، وبتعتبر كمان هي القارة الأكثر عزلة على الأرض بالنسبة لباقي القارات. وكتير من الناس متصور إن القارة دي مهجورة تماما، مفيهاش غير شوية بطاريق على شوية حيوانات قطبية من اللي بتعيش في الظروف الصعبة دي. وممكن يكون في شوية باحثين أو علماء أو مستكشفين بيسافروا من وقت للتاني بيعملوا شوية أبحاث وبيروحوا. الموضوع أكبر من كده بكتير. القارة القطبية الجنوبية في غاية الأهمية، لدرجة إن في محاولات كتير جدا من أكتر من دولة في العالم إنهم يثبتوا إنها بتاعتهم. لكن يا ترى القارة القطبية الجنوبية فعلا بتاعت مين؟ أهلا بيكم، أنا محمد عاطب. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بتقع القارة القطبية الجنوبية في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وبتقدر مساحتها بحوالي 14 مليون كيلومتر مربع. وعلشان تتخيل قد إيه الرقم ده كبير، فهي تقريبا قد مصر كلها 14 مرة. والقارة محاطة بالمية من كل اتجاه، وعليها سلوك بشكل كبير جدا، بل إن نسبة التلج